لعيب هيلعب كاس عالم انديه، دوري ابطال. سيبك من الاونطه دي بقى، امال ايه مبادئ ايه؟ سيبك من الاونطه دي. اونطه ايه؟ خلاص افتح النادي الاهلي، خلي اوضه اللبس بتاعتك كافيه. مش انت بقى ما تقوليش بقى قيم ما ايوه يا جماعه انا مش فاهم. هو انت واحد في كافيه. السلام عليكم اصدقائي، اهلا بكم في فيديو جديد. مشكله فتوح مع نادي الزمالك. بعد عرض نادي الزمالك اللاعب احمد فتوح للبيع، انتشرت اخبار كتيره جدا ان الاهلي هيتعاقد مع اللاعب، بعيدا عن الراي الخاص في ان اللاعب يفيد النادي الاهلي ولا لا، وهل ينفع النادي الاهلي يجيبه ولا لا، هنتكلم فيها في اخر الفيديو. لكن طلع الكابتن رضا عبد العال وهاجم الاهلي بشراسه وكأن الخبر حقيقي، ونسي ان هي كلها اشاعات. فتعال نشوف الكابتن رضا عبد العال هاجم الاهلي وقال ايه ونرد عليه واحده واحده. لكن قبل ما نبدا ما تنساش لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو بين صحابك وتصلي على النبي، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم. يلا بينا. الاهلي انه يجيب فتوح من حق اي نادي ما دام هل الزمالك دي عرضه تبقى مشكله والبيع. النادي الاهلي؟ بس هاته وهو راجل. انا قلت رايي، راجل ما عندوش ولكن من حق اي نادي يتعاقد معاه. كابتن يا كابتن مصطفى، انتوا هتطولونا ليه؟ بص يا كابتن، انا هريحك. لا هات اللعيب، لا انا قلت رايي ان هو معلوش اي مشاكل يا كابتن. انا قلت رايك وقلت قرار انت عايز توصل للناس ايه. بس انا عايز اقول في نفس الوقت برضو ده عرض وطلب وده احتراف. النادي بيدور على احتياجاته، هيقدر يستفيد منه ولا مش هيقدر؟ لا هاته يا كابتن، هيعرف يقومه ويقدر عشان يبوظ اوضه اللبس. هاته عشان كله يبقى على الكافيه، ما حضروش ساعتها. هو انا عايز بدل ما اروح المعسكر كله يروح على الكافيه ويجي يلعب ثاني يوم. يعني قصدك اسمعني بقى، النادي الاهلي متعودين منه ان هو نادي كبير طبعا، ونادي المبادئ أكيد، ونادي القيم، ده اللي احنا عارفينه عنه. اكيد. اعمل بيان وقول فتوح حتى لو جالي ببلاش مش عايزه. ليه؟ انا اعمل ليه كده؟ طب خلي هو مش مجبر الناس تتعلم بقى. ليه؟ بص يا كابتن، هو النادي الاهلي ملوش في القصه. لا بس هو كابتن ده بيحاسب لعيب ان هو قاعد في كافيه. لا في مشكله. حاسب ان هو خرج من المعسكر. ودي بقى مشكله، ده مشكله الربط الاثنين. طب هو بيقعد على الكافيه بالظبط، والربط جوه الفريق معدنيه بس جوه نادي الزمالك. انا مالي انا لما يجي عندي بقى طب ما انت ما قدرتش لا تربط على كهرباء ولا ما تجيبنيش ناحيه كهرباء. انا بس عايز اقول حاجه بسيطه. مشي كابتن رضا هنا بيهاجم النادي الاهلي وبيقول ما قدرتش تحكم على كهرباء وما قدرتش تحكم وتمشي كلامك على صالح جمعه وغيره وغيره وغيره. طيب انا هرد عليك واحده واحده يا كابتن رضا. هل كهرباء بيقدر يعمل نفس التصرفات اللي كان بيعملها في نادي الزمالك؟ لا. فاذا انا مشيت مبادئي ومشيت قوانيني على كهرباء. طيب تعال لصالح جمعه. هل صالح جمعه لاعب ملتزم؟ مستحيل يكون ملتزم. النادي الاهلي حاول معاه كتير وهو لاعب غير منضبط في الملعب وبره الملعب، عنده امكانيات جامده ولاعب عالي جدا، لكن هو غير منضبط. مصيره فين صالح جمعه؟ مشي من النادي الاهلي. ادي الاثنين اللي انت بتضرب بيهم امثال. تعال لنقطه ثانيه مهمه قوي ذكرها عاوزين نتكلم فيها. بيقول لك واجب على النادي الاهلي علشان يثبت ان هو نادي القيم والمبادئ انه يطلع ويعمل بيان ويقول انا مش عاوز احمد فتوح. يعني هو كده الكابتن رضا من الاخر بيجبر النادي الاهلي انه يرفض احمد فتوح. ليه يا كابتن رضا؟ علشان الكابتن رضا زملكاوي ومحروق جدا ان احمد فتوح مشي من الزمالك وكمان هيروح الاهلي. فيبدا يقول لك ايه؟ فين القيم والمبادئ اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ النقطة الثالثة اللي اتكلم فيها بيقول لك هات لاعب ما عليهوش مشاكل، بلاش النادي الاهلي يروح يجيب لاعب عليه مشاكل. لا ثواني بس، ايه المشاكل اللي على احمد فتوح؟ انه مش عاوز يقعد في نادي الزمالك؟ دي بالنسبة لك مشكلة؟ لا انا مش شايفها مشكلة. الراجل عاوز يمشي من نادي الزمالك، هو حاسس ان هم ما بيقدروهوش، فاذا من حقه يعمل كده، ومن حق النادي الاهلي كمان انه يتعاقد معاه لو هو محتاجه. فما تخليش يا كابتن رضا حبك للزمالك يعميك عن الحقيقة. اي حد وانت لعيب كرة وعارف، هو لعيب كرة وعارف، اي حد لو ما مضاش عقد وقفش فلوس من اي نادي تاني ما يقدرش يعمل، حتى لو بيلعب في اي نادي صغير ما يقدرش يعمل العمايل اللي بيعملها فتوح. بس هو فتوح بيعملها لان هو بيزهق جماهير الزمالك ومجلس ادارته والكلام ده، واخد بالك، عشان هو يمشي. لان هو لو ما قفش اقسم بجلاله الله كنت هتلاقيه اول واحد في المعسكر، هو جاي من اول الموسم، اول واحد ملتزم، بس خلاص قفش. انت قلت يا كابتن هو ما مشي من المعسكر عشان هو كان ماضي وقلبه جامد. لا هو ايوه قلبه جامد وقافش، واخد بالك. فعشان كده انا ولغى المتابعه النهارده عشان تعرف ان هو ده قفشه كمان، مش اي قفشه. هو انا اسالك طيب مبدئيا يا كابتن رضا دي محاوله ادخال النادي الاهلي في اي مشكله وخلاص. عاوز يثبت ان النادي الاهلي مضى مع اللاعب وخلص معاه واداله الفلوس وقال له روح تمرد على نادي الزمالك عشان يمشوك عشان تجيلي. كابتن رضا بيقول لك ان ده السيناريو اللي حصل. هل هو عنده دليل على اللي بيقوله ده؟ ولا اي دليل. هو كل ده شويه غل وشويه طاقه عاوز يخرجهم
فاحنا لازم نرد عليهم. لا طبعا، لا موضوع الاهلي موضوع تاني. لو راح انا لا طبعا لا ازاي ده ممكن تزيد لان انا الاهلي عايزك برضه ترد على الكابتن. لا ما تردش عليا انت اصلا. انا مش هرد عليك، هو انا بس واحد انتوا عارفين. اسمع كلامي، هوصل لك ما تقولش بقى قيم ومبادئ. انا هوصل لك للي رضا عايز يوصل له، او رضا عايز يوصله لك، او عايز يوصله للناس يعني. اي كابتن انا عايز اقول كابتن هو ده ما بيقولش ان هو يروح الاهلي مش مهم. انا على فكره انا مع رضا في الموضوع ده لسبب بسيط جدا. عارف لما مجلس اداره يحترم قرار مجلس اداره تاني ده مهم جدا. انت شايف يعني قصدك ان مجلس اداره النادي الاهلي لازم يحترم قرار مجلس اداره نادي الزمالك بعرضه للبيع؟ طب انا دلوقتي عرضت لما في مدرب ثانيه واحده انا عرضت لاعب للبيع ماشي ايا كان بقى النادي اللي هيجي ياخده. انا عايز اقول هو حر، النادي ياخده حر. انا ما خبيتش يا كابتن. سواء النادي يا جدع خلي عندك هو دي المواقف. ممكن اسالك سؤال ما ينفعش هو مش ياما لعيبه قومت بوجودهم في النادي الاهلي لان النادي الاهلي ليه سيستم مختلف، فبالتالي عمليه ده المفروض هو بقى يبقى نادي القيم والمبادئ هو اللي يرفض الحاجات دي. لا اسمع كلام، هو يطلع بيان. اسمع هو يطلع بيان يقول لك هو على مزاجك. هو في حاجه يا فاروق والكوره ساعات مش احتراف. دلوقتي احتراف. هو النادي يا رضا، بص يا كابتن رضا، النادي بيدور على احتياجاته بصرف. طيب واحده بس عاوز ارد على الكابتن رضا وهو بيقول ما تقولش قيم ومبادئ، انتوا في واحد شتمكم وجبتوه والتاني عارفين هو جاي منين وعامل مشاكل ايه وهتجيبوه. كابتن رضا هعيد واكرر واقول لك ان فتوح لو النادي الاهلي محتاجه مفيش اي ضرر على النادي الاهلي ولا حاجه تخل بمبادئه وقيمه ان هو يجيب فتوح. دي اول حاجه. تاني حاجه موضوع امام عاشور ده قتل بحثا واتكلمنا فيه كتير ومش هرد عليك فيه دلوقتي بصراحه. تاني حاجه الكابتن رضا عبد العال بيقول لك اشمعنى دلوقتي احتراف واجب على النادي الاهلي انه يطلع بيان ويرفض فيه اللاعب ده تماما. كابتن رضا النادي الاهلي مش مطالب انه يعاقب فتوح على اللي عمله في نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده ادارته ونادي مستقل بذاته، يعاقب اللاعب ما يعاقبوش دي حاجه ترجع له، يبيع اللاعب ما يبيعوش دي حاجه ترجع له، لكن النادي الاهلي مش مطالب انه يعمل كده. اللعيب هيلعب كاس عالم انديه، دوري ابطال. سيبك من الاونطه دي بقى، امال ايه مبادئ ايه؟ سيبك من الاونطه دي. اونطه ايه؟ خلاص افتح النادي الاهلي، خلي اوضه اللبس بتاعتك كافيه. مش انت بقى ما تقوليش بقى قيم ما ايوه يا جماعه انا مش فاهم. هو انت واحد في كافيه يا عمي انا ما اخرجش بره. يا عمي هو انت بتحسب فتوح على ايه؟ اسمع بس ان هو راح كافيه ولا عشان هو خرج من معسكر يوم الماتش؟ اسمع بس. والجمله المشهوره للكابتن رضا سيبك من الاونطه دي، بيقول على بطولات النادي الاهلي اللي بيدخل ينافس فيها كل سنه اونطه. عاوز اقول لك كابتن رضا ان الاهلي بيلعب الدوري والكاس والسوبر، 3 بطولات محليه، بيلعب دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي البطوله الجديده وكاس العالم للانديه وكمان البطوله العربيه للانديه، وكلها بقت بطولات قويه وكلها بقى فيها فلوس والنادي الاهلي مطالب انه يخشها كلها. يعني بتتكلم في 7 بطولات كل سنه، فما تقولش اونطه والشغل بتاعك ده. وبعدين محمد فاروق سالك سؤال واضح وصريح وانت ما رضيتش ترد عليه. انت بتحاسب فتوح على انه مشي من المعسكر ولا عشان راح الكافيه؟ طبعا انت ولا بتحاسبه على دي ولا بتحاسبه على دي، انت بتحاسبه عشان رايح النادي الاهلي. بس سهله يعني. اسمع قول لي يعني. هقول لك بس انت انا بقعد في كل اللعيبه بتقعد في الكافيه وكل انت وكل الاعلاميين يوم ما امام عاشور شتم عملته من الحبه قبه مع انك في اوضه اللبس ومش باينه. فيديو مصور. طب وايه يعني؟ يا عم انا قاعد معاك بعمل اللي انا عايزه، صورني وتقوم جاي بعتولي وفي اوضه اللبس. طب ما في حاجات جوه الفريق. واللي ضرب وسب الدين من جوه الفريق. واللي ضرب وسب الدين قدام الناس بالكلام ده. اسمعني بس ما تعمليش كده. مين؟ مش فاكر. اللي مرفوع عليه قضيه اللي طيب صحيح يعني اللي هو مين؟ كهرباء؟ حسين الشحات ماله؟ قصدك على الموقف الخاص في ماتش بيراميدز. لا فانا بقول لك ايه، دي في اوضه وكسبانين يا كابتن وبنهيص وبتاع وشتم. انت واللي هنا واللي هنا واللي هناك وقفت وقلت لازم يبطل، واول ما قال هلعب للاهلي كله قال لك احسن لعيب في مصر، احسن ديفندر في مصر. ما تغيروش الكلام. انا ما خلي عندك مبدا. انا ما انت بتربي في النادي الاهلي. ثانيه على كابتن. لا استنى بس. انت عارفني كويس صح؟ انت الجيل الاخير. اسمع انت عارفني كويس. اسمع. انت انا بتاع الكلام ده. انت الجيل الاخير اللي متربي في النادي الاهلي وعارف يعني ايه قيم ومبادئ، صح؟ صحيح. فلما يجي واحد زي كده انت المفروض اول واحد تقف. هي كابتن موقفه جوه نادي الزمالك ملوش دعوه بالنادي الاهلي يجيبه. على فكره انا من وجهه نظري انا شخصيا على فكره الكابتن رضا هنا عشان يثبت وجهه نظره او يثبت لك ان هو صح او بيثبت لك ان هو بيتكلم بالحق، فبيقرر لك موقف بموقف تاني ما لهمش علاقه ببعض. بيقول لك امام عاشور لاعب شتم
في اوضه مقفوله، ما كانش حقك انك تصوره وتطلع تقول عليه غلطان. لا يا كابتن رضا، امام عاشور او غيره ايا كان بقى في الاهلي في الزمالك في اي نادي، لو عمل التصرف اللي امام عمله في الزمالك ده كان لازم كله يطلع ينتقده. كابتن رضا ده تصرف اخلاقي لانه بيشتم رموز معينه بالصوت والصوره وكان لازم يتعاقب. هل هو اتعاقب؟ ايوه اتعاقب، وكان من حق الاعلاميين والناس ان هي تهاجمه. فما تكررليش الموقف بالموقف، لان ده في حته وده في حته ثانيه. هتيجي تقول لي طب لما شتم جبته ليه؟ ما المبادئ بتاعتك هتمنعك انك تجيبه. هقول لك الراجل طلع اتاسف قدام الجميع زي ما شتم قدام الجميع، واحنا طبيعي كبشر لازم نسامح. وغير كل ده النادي الاهلي محتاجه فنيا. فلما نيجي نقول دلوقتي ان امام عاشور اهم لاعب في الاهلي، من حقنا نقول كده لان احنا شايفين بعينينا ان هو اهم لاعب في الاهلي. انت بقى فكره انك محروق ان هو بيقدم مع الاهلي مستويات قويه، انت كزملكاوي يعني دي حاجه ترجع لك، لكن الحقيقه لازم نقولها. فرجع تاني يقارن لك برضه موقف فتوح ويقول لك فين المبادئ والقيم في موقف حسين الشحات. طيب كابتن رضا، دي واقعه حصلت في الملعب، لاعب تعدى على الجمهور وتعدى على النادي الاهلي في الملعب وتعدى عن اللعيبه، وكان عامل احتقان قوي من الماتش اللي قبله. فكان طبيعي ان لاعب يخرج عن شعوره ويرد عليه. حسين الشحات غلط؟ ايوه طبعا غلط، والكل عاقبه، حتى النادي الاهلي هول جهه طلعت عاقبته وفرضت عليه غرامات، واللاعب لسه عنده قضيه في المحكمه بسبب اللاعب المغربي. فما تكررليش الموقف ببعض، وما تحاولش تثبت انك صح وخلاص باي طريقه يعني ممكنه او مش ممكنه. واحد بص، كل واحد ومعروف قيمته تسويقيه قد ايه، واخد بالك؟ ان انا قلت لك اهو فتوح فنيا. طيب فتوح فنيا عمل كام كروس، عمل كام اسيست، جاب كام جول من يوم ما طلع لنادي الزمالك. حسابات لازم تمشي. زيزو اللي هو جاي مش ابن النادي، عمل كام اسيست مع ربنا عرفوه بالعقل. انا بس عايز دي حاجه. تاني حاجه، ده هو عيب عليه، ده المفروض حتى الفتره دي لو حتى هم بيحاربوه، لا انت في حاجه هدف ليك تاني اللي هو ايه؟ منتخب مصر. منتخب لا 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 منتخب مصر. انا مش هجدد لنادي الزمالك، بس تلعب عشان ما تمشيش. ده انا محمد حمدي بتاع ايه؟ بتاع بيراميدز بيلعب عليا. طيب انا بس انت مش مكسوف؟ انا عايز بس انت استنى بقى، لا استنى بس. لا انا بكلمك بجد. محمد حمدي مش قليل. انت فتوح بعد البطوله بتاعت افريقيا اللي فاتت المفروض ان انت اقوى باك ليفت في افريقيا، صح؟ لما محمد حمدي يلعب عليك الكام ماتشات اللي فاتت دي والراجل يبقى مقتنع بمحمد حمدي، انت لازم تموت نفسك. حتى لو مش هجدد لنادي الزمالك، اثبت الاول في نادي الزمالك والعب كل الماتشات، لما يجي وقت ان انت تمشي قول لهم سلام عليكم. هو جيم البطوله بس ما تخسرش. جيم البطوله الافريقيه العروض ابتدت تجيله يا كابتن. لا هو دماغه خلاص بقى مركز في العروض اللي بتجيله، مش مركز في اللعب. يا كابتن مركز واجهته هيبقى خلاص، فين؟ ما دي الفتره راحت. لا انا بكلمك على دلوقتي. انت دلوقتي مش مكسوف يا فتوح، واللي اسمه محمد حمدي ده اللي ما بيعرفش يعمل اوفر يلعب عليه. طبعا الكابتن رضا هنا عاوز يثبت ان فتوح ما مشيش علشان كان بياخد اقل من زيزو. بيقول لك من الطبيعي ان زيزو ياخد اكتر. ليه يا كابتن رضا الطبيعي ان زيزو ياخد اكتر؟ بيقول لك علشان زيزو بيعمل كام جول وكام اسيست، وفتوح بيعمل كام جول وكام اسيست. طيب كابتن رضا نسي تماما، عقله اتمسح من فكره ان ده راجل مهاجم طبيعي ومهمته في الملعب انه يجيب اجوال ويعمل اسيستات، وده راجل مدافع باك ليفت مهمته انه يقطع الكوره ويسلم الكوره او يعمل اوفر. دي مهمته في الملعب. فالكابتن رضا نسي المراكز، نسي الاسماء، وافتكر حاجه واحده بس، ان ده بيعمل كام جول وكام اسيست وده بيعمل كام جول وكام اسيست. طبعا المقارنه دي تبين لك اتجاه الكابتن رضا في الفيديو كله. كفايه على الكابتن رضا قوي لحد هنا. حبيت بس اوضح ان هو مش بيدافع عن فتوح او عاوز يعاقب فتوح، هو طالع زعلان وغضبان ان فتوح هيروح الاهلي وفتوح لاعب كويس. اخيرا وليس اخيرا عاوز اقول رايي الخاص في نص دقيقه كده عن فتوح. هل فتوح لاعب مهم؟ مهم جدا. هل فتوح لاعب عنده امكانيات عاليه جدا، من احسن لعيبه مصر كباك ليفت، هو احسن باك ليفت مصري حاليا. هل النادي الاهلي محتاج فتوح؟ ايوه النادي الاهلي محتاج فتوح، ومش محتاجه من النهارده، لا محتاجه من قبل كده بكتير، لان علي معلول محتاج ياخد راحه. وما تنساش ان احنا ما عندناش بديل ليه. فتمنيات الخاصه ان فتوح يمضي للاهلي، وتمنيات الخاصه ان اشوف فتوح بتيشيرت النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق لجمهوره، وكفايه قوي لحد هنا. اشوفكم فيديو جديد، سلام.